هذوك اللي باغيين يدخلوا ليا في شكلي وفي لبسي، واش نتوما عندكم شي عقل ولا ما كتكسابوش؟ واش انا غادي ندير داك الشيء اللي كيقول لي الله ولا داك الشيء اللي كتقول لي نتايا؟ انا غنهضر معكم بالقران، ما نهضرش معكم بشي حاجه واحده اخرى، والحمد لله غير داك الشيء اللي علمني الله واللي كنفهم ليه. انا ما غنمشيش نتعلق في شي حوايج اللي انايا مازال ما فهمتهمش ونخلي هذاك الشيء اللي مفهوم ونقدر نطبقه على بركة الله. كيفاش الله سبحانه وتعالى باغي لي الحريه وانت باغي تستعبدني؟ الله سبحانه وتعالى شنو قال لي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فاذا ربي يعطيك الحق في الاختيار حتى في اعلى درجه واللي هي الايمان. واخا غنمشي معاك انا بالقران بلا السنه اللي كتخلعكم. الله عز وجل قال لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. راه انت مخير، ما كاينش اكراه في الدين، عندك واحد الحريه، ولكن راه غتحاسب عليها في يوم القيامه، غتحاسب على الاختيارات ديالك وعلى الحريه اللي خديتيها. واش عزلتي طريق الله سبحانه وتعالى ولا طريق الشيطان؟ كيف ما قال لنا الله سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولكن شنو جات من موراها؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. راه انت حر، ولكن تحمل المسؤوليه في الاخيره. الغلط ديالكم هو ما كتكملوش الايات، كتحيدوا الايه من السياق ديالها وكتفسروها على الحساب الكانه ديالكم، ماشي بشنو بغى يقول لنا الله عز وجل. حيت ربي سبحانه وتعالى بغى علاقتك به تكون حب ماشي خوف او اجبار، فهمت؟ شكون اللي قال لك ان العلاقه مع الله عز وجل خصها تكون غير حب؟ ما فيهاش الخوف، الخوف واجب. الله عز وجل كيمدح الانبياء والصالحين اللي كيخافوا منه. قال الله سبحانه وتعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. شنو هو الرهب؟ هو الخوف، وهذه الايه واضحه. قال الله عز وجل انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. ماشي انا اللي قلت، الله سبحانه وتعالى اللي قال. راه هذا الشيء علاش كتبغيو غير القران الرسول بلا سنه، باش تفسروا القران على حساب الهوى ديالكم، ماشي كيف فهموا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه.